السلام عليكم. هذا الفيديو هذه واخا شي شويه بعيده على بلادنا، ولكن راكم عارفين الكراغله فين ما كيتلاقاو ولا بدا غادي يجبدوا المغرب باش ما كان. هذا واحد الوزير ديالهم السابق، هذا هو واحد كيسميوه معارض، ولكن ما كاين لا معارض لا والو، لان هذا سميتو كريم طابو. لقاهم المقص ديال فيصل القاسم، لقاهم وخلاهم كيطحنوا بعضياتهم. راكم عارفين هذا فيصل القاسم واش كيدير للضيوف ديالو. المهم هذا الجزائري هذا لابد خصو يجبد المغرب. قال لي كاين اليهود، كاين بجوارنا، كاين الحدود ما الحدود، وكاين فيصل القاسم قال لي ما كاينش اليهود في الجوار ديالكم. على كل نخليكم تسمعوا تفرجوا فيهم شويه. طفح الكيل. الجزائر يجب أن تعود إلى شعبها. طفح الكيل، يجب أن تخرج من أيدي العصابة، يجب أن تخرج من أيدي كفلاء العصابة في باريس وأمريكا والإمارات كيف ترد؟ نحن ندافع على حرية وكرامة الجزائريين، والكرامة تاع الجزائري لا تتجزأ، هي سكن لائق، هي تعليم جيد، هي صحة جيدة، وهي حقوق وحريات، وهذا ما نسعى إلى ضمانه. الوزير السابق ليس عيب أن أكون وزيرا في بلادي، العيب أن أكون تابعا لسفارة أجنبية وأتقاضى أجرتي. يا رجل إذا كان نظامكم كله تابع لبرا، لا أبدا، هلا توقفت على خليني نجاوبك. لا بس دقيقة، لا ما راح خليها تقول. يعني أنت تصور نظامك يا رجل أنت تصور، تقول لي تتهم الآخرين. لا أصور أي شيء دقيقة، ولا أتهم أي أحد، أنا أدافع عن نفسي يا سيدي. بلشتوا تتهموا الآن نفس الأسطوانة، من عملاء وخونة. لا أنا أعطيك الدليل، أعطيك الدليل يا سيدي. الذي باع الجزائر سمعت منك هذا الكلام، دعني أرد فقط. بس رد لي على نقطة هذه. أقول لك الشباب، أغلب الشباب الجزائري في المقاهي بلا عمل، والمخدرات والهروب إلى إسبانيا وإيطاليا وكل ذلك. أنتم الشعب الجزائري، العقول أفضل الأطباء الجزائريين في الخارج، أفضل الإعلاميين الجزائريين في الخارج، مثل سوريا. هم في الداخل. رحلتم كل شيء. دقيقة بسوريا يتحججون بإسرائيل. لماذا تقارن لي بسوريا؟ أنا ليس هنا نقاش عن سوريا. بإسرائيل، الجيش السوري دعني بس أنتم بالجزائر ليس لديك إسرائيل على جنبك. لو سمحت، لماذا تتحجبون بالمغرب؟ لو تركتني أجيب لكنت تعرف بأنك شكرا، زاد الله من فضلك. مسألة الشباب، نعم فيه أزمة اجتماعية واقتصادية، ولكن فيه كذلك مئات الآلاف من الشباب يستفيدون من مناصب عمل ومن تعليم عالي ومن تكوين مهني ومن مشاريع مؤسسة ومستغرة. هل تعرف سيدي فيصل لماذا الجزائر الآن مستهدفة؟ لأنها حافظت على استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي. نعم نحن متفتحون على علاقات ند ومصالح متبادلة مع أمريكا ومع الإمارات. هل عندما نمنح للإمارات مشروع تسيير ميناء مثل ما تفعلون أنتم في قطر، هل هذا يعني أننا فقدنا السيادة؟ هل عندما نوازن في علاقاتنا الاستراتيجية على الصعيد الأمني والاقتصادي لم تمر أي طائرة فرنسية على أجواءنا لقصف المالي؟ وأقول لك بأن في مالي لم يقصف الماليين، بل قصفت الجماعات الإرهابية التي نحن في بلادنا، مثل ما كانوا يقولوا بدير الزور، التي نحن في بلادنا نحاربها في وضح النهار ولا نتفاوض تحت الطاولة. كيف بهذه الدولة الغنية تحتكرها مجموعة عصابة حولت المال العام إلى ملكية خاصة، حولت شركات بحجمها إلى ممتلكات أشخاص، إلى ممتلكات عصابات؟ كيف في هذه البلاد التي لو عدنا شيئا إلى الوراء 20 سنة إلى الوراء كانت عدد الأثرياء كان لا يتعدى عددهم 200، ما يسمى في الجزائر بالعامية بالملياردير. اليوم الجزائر في المرتبة الثالثة إفريقيا من عدد الأثرياء، تحسب ثروتهم بملايير الدولارات. في نفس الوقت المواطن الجزائري يبحث عن علبة حليب، يبحث عن خبزة، يبحث عن أي أحد يدخله إلى المستشفى. أصبحت الجزائر أكبر قاعة انتظار في العالم. الإنسان ينتظر سكن، الإنسان ينتظر عمل، الإنسان ينتظر أن ترى فيها الإدارة، الإنسان ينتظر أن تعطى له ورقة إدارية. فكيف بهذه البلاد التي كانت رمز التحرر في 54 شباب في عمرهم لا يتعدى 24 سنة 25 سنة تحدوا أكبر قوة استعمارية في المنطقة وحرروا البلاد وحرروا العباد، ثم أتى استعمار جديد. سيد الدكتور،
سمعت هذا الكلام. جزائري لا يعيش لا في لندن ولا في جنيف ولا في باريس، قادم من قلب الجزائر، قلب الألم. قبل أن تعلق على كلامه، لماذا وصل الأمر بما سماها كريم طابو هذه العصابة؟ لم يبقى الجزائر فيها جنايات تسير الحكم. هذا النظام هو الذي خلص. الجزائر ما فيها جنرالات. فيها جنرالات. لا، ما يعني فيها. الجزائر لا أقول ما فيها الجنرالات بيحكموا على طريقة الداونينج ستريت، على طريقة الداونينج ستريت في بريطانيا. غير طبعا صحيح جنرالاتكم يا رجل. انت تفضل بس هذه ما لازم تمر على الشعب العربي. انت تعلم ان الحاكم بأمره في الجزائر هم الجنرالات. غير صحيح. 25% من ميزانية الجزائر تذهب إلى حفنة من الأشخاص، بينما الشعب الجزائري يموت جوعا والجيش الجزائري يموت جوعا. فيصل، ربع ميزانية الجزائر تذهب إلى الجيش وليس إلى حفنة. تعرف لماذا؟ لأننا نراقب ونحمي أكثر من 7000 كيلومتر من حدودنا جراء التهديدات التي أتت من الربيع العربي ومن عرابيع. إيه ما تأخر معركة يا خاف جيشكم الجزائري؟ عقيدة الجيش الجزائري والحمد لله أننا على صواب، أنه لا ينخرط في عملية قتالية خارج حدوده. مثل ما استدرجت، دعني أتمي إذا سمحت، مثل ما استدرجت جيوش أخرى خارج حدودها وتحطمت العراق وسوريا واليمن وغيرها. دعني أعود إلى مسألة الجنرالات. دعني ألاحظ مجددا بأنك، وهذا أمر غير موضوعي، بأنك وظيفك الكريم لا زلتم سجناء مرحلة تاريخية هي ما لا تقطع. لا كمل. هي مرحلة التسعينات. تتكلم عن الجنرالات وهذا الأمر تجاوزناه بكثير. حلو. تعرف المواطن الجزائري الآن راه يتبع فينا. أنا متأكد بأنه غير القناة لسبب ماذا؟ لا تخاف. لماذا؟ كلهم جاهزين. لماذا؟ لأن تطرح في أفكار تجاوزها الجزائريون بكثرة، بقوة. نحن في جمهورية حققت المكاسب الكثير. أنا عندما أسمع أخي كريم يتكلم عن ظروف الجزائري بأنه في اللامعيشة وفي الفقر، هناك عديد الجزائريين بالملايين استفادوا من الجامعات واستفادوا من السكنات، وهذا حقهم بدون أي مزية. ولكن هذه الدولة هي التي وفرت للجزائريين العيش الكريم بالنقائص وبالإيجابيات. الآن ماذا ننتظر؟ أن نشرع مباشرة في مرحلة الانتقال الديمقراطي. بس كيف ترد على السيد كريم؟ كيف ترد على السيد كريم وغير السيد كريم على الشعب الجزائري يريد نظاما جديدا؟ صلوا من يوم الاستقلال وهو يقبع تحت الفقر، وأكبر نسبة فقر موجودة، كله يعيش تحت خط الفقر. طول بالك عليه مثل ما تقول بالسوري. فضل. الجيش الوطني الشعبي له ميزانية جعلت منه ثاني جيش في إفريقيا، ليس للجنرالات بل لاحترافية هذا الجيش الذي يقود حربا على 7000 كيلومتر للحفاظ على أمننا واستقرارنا. ولولا دور الجيش أستاذ فيصل لما تمكنا كجزائريين أن نتظاهر بالملايين. المعيشة اليومية في الجزائر لا يستطيع أن يتحملها الإنسان في بلاد التي تحصلت على مداخيل مالية تاريخية لم يشهدها التاريخ. أين ذهبت؟ ذهبت في مهب الريح، ذهبت في العصب، ذهبت في الفساد، ذهبت في الشبكات التي احتكرت كل شيء، التي تسلطت على الجزائريين. كيف بهذه البلاد الذي أنفقت أكثر من 1000 مليار دولار ويهجر منها 12,000 طبيب، 4000 مهندس؟ الإرهاب الحقيقي هو الذي أهجر الشعب الجزائري للعواصم الغربية. نعم. عندما يعني يصبح الشعب الجزائري يعني يتحايل عليه في كل الامور. الفرق بينك وبيني يا سي ساحلي، انا نتكلم للشعب، انت تتكلم للسلطه. انت حبيت تعجب السلطه، انت كوزير سابق، انت كوزير ايوا ديما نكره لهم هذوك المهم هما موضوع بعضياتهم اللي يقلب. هادشي اللي غنقول لكم عليه. السلام عليكم.